بالتفاصيل ان هي كانت عروسة زي اي عروسة عادية، وكانت مبسوطة قوي بيوم زي ده، وكانت بترقص يوم الخطوبة، كانت بترقص وكانت فرحانة وعملت حاجات كتيرة قوي لنفسها يعني. لدرجة ان انا قلت دي عروسة، قالت لي لا، قلت لها انتي ده فرح، قالت لي لا خطوبة. من كتر فرحتها ومن كتر ما هي بتعمل حاجات كتيرة قوي، حاجات يعني مش واحدة مخطوبة تعملها، لا دي حاجات عروسة. فكانت فرحانة وكانت بترقص، و حتى انا قلت لها انت بتحب خطيبك، قالت لي هي ما عرفتكوا ازاي؟ ردتش هي الحقيقة. اصلا كانت تعرفكوا لا ولا ايه؟ عادية، ما كانتش تعرفنا، دخلت عادي تحجز، جت حجزت قبلها باسبوع عادي، قالت انا عايزة اعمل كذا وكذا وكذا، عملت حاجات كتيرة يعني قبل بغض النظر عن الميك اب، حاجات تانية بجانب الميك اب. اه. بس كانت مبسوطة جدا، ومامتها كانت فرحانة بيها قوي قوي. مم. وكانت دايما تفضل رايحة جاية، بتروح مشاوير كده وتيجي، طب يا نورهان عايزة حاجة، طب محتاجة حاجة، وجابت لها اكل وكانت بتاكلها في بقها. مامتها كانت حنينة بطريقة غريبة قوي، حنينة يعني غير كل الامهات، حنينة قوي كمان. عايزين تحكي لنا التفاصيل دي. تفاصيل يعني الناس برضه بتتساءل سؤال يا نور، بتقول ايه؟ هي ايه اللي يوصل بنت ان هي تقتل مامتها؟ قبل ما ابدا يعني اسالك انت شفت القضيه ازاي؟ احنا لسه بنتكلم في المراحل اللي هي فيها كانت بتتعامل، انت ما كنتش تعرف ان هي اللي هتقتلها ولا لا طب هتتصور. استحالة تتصور كده. كان ايه اللي بيحصل بينهم؟ ايه المواقف اللي انت فاكراها ليهم؟ ايه اللي حصل؟ بص، هي مامتها كانت كويسة معاها جدا، وكانت حنينة معاها جدا، ومفيش حد في الدنيا لو كان حضر الموقف اللي انا حضرته يتصور ان نورهان تقتل مامتها خالص. لان مامتها حنينه جدا، وزي ما قلت برضو حتى لو مش حنينه ما فيش اي سبب او اي مبرر يخليكي تقتليها مهما حصل. ما تقتليهاش ليه؟ تقتليها عشان مين وعشان ايه؟ واحد من الشارع، والله واحد من الشارع وصغير يعني في السن، وحتى لو كبير انا مش لاقيه لها مبرر. انا مش عارفه اقول ايه. ما فيش اي سبب يخليكي تقتلي مامتك. كانت علاقتهم ببعض هي بص، انا ما شفتش مشاعر البنت ناحيه مامتها خالص، اللي انا شفته مشاعر مامتها بس. كانت مامتها البنت مش مركزه في حاجه غير الميك اب، طب ضوافرها طبيعي يعني عشان ده يوم خطوبتها، طبيعي تركز في كده. انا ما شفتش بس غير مشاعر مامتها، ان مامتها كانت فرحانه بيها اول فرحه في عينيها، وحضنتها هنا وحضنتها بره، وحتى لما شفت الصور في القاعه كانت بترقص معاها في القاعه، مامتها كانت فرحانه بيها قوي. ومن اللي شفته في نظرات عين نورهان ان نورهان برضو حضنتها وكانت فرحانه بيها. فاللي هو انت ازاي تقتليها؟ انا لحد الان مش متصوره ان هي قتلتها، ولا متخيله ان هي يجي لها الجرأه ان هي تقتل مامتها وتطلع عليها ميه سخنه بعد ما ماتت عشان تتاكد من موتها. وانت في خلال اليوم بقى اللي هو بتاع الخطوبه اكيد مامتها كانت موجوده هنا معاها في البوفيه. مامتها كانت سايبه البنت لحد ما خلصت الميك اب، ومامتها اجت بعدها، اجت قبل في نص الميك اب كده تاكلها، كانت جايبه لها اكل، اجت في نص الميك اب تاكلها، اكلتها وراحت ماشيه، وراحت جايه بعد ما البنت خلصت تعمل هي الميك اب بتاعها بقى. مامتها ما ظهرتش كتير بس فاهم، قبل ما تمشي طب عايزه حاجه، طب محتاجه حاجه انا جبت لك اكل، ولو محتاجه حاجه كلميني هجيلك، فاهم؟ بتيجي فترات صغنططه كده وبتقوم ماشيه يعني. ما قعدتش مع مامتها فتره كافيه، انا ما قعدتش غير مع البنت من الصبح. ايه اللي ضل مع البنت بينك وبينها؟ احكي للناس كده برضه عشان الناس ليها الحق ان هي تعرف طبيعه البنت دي ايه. بص، اليوم ده اصلا كانت مامتي موجوده واختي وانا، قعدنا ندردش مع البنت كتير، حتى كان اي حد يجي المحل عشان كانت البنات اجازه فيه كنا بنمشي الزباين، وكنا مهتمين قوي بالبنت دي، فاحنا كنا مركزين ممكن معاها بزياده. فاحنا اصلا عامه بنحب نتكلم وبنفضفض مع الناس وكده، فهي قعدنا نسالها، انا اللي سالتها بصراحه طب بتحبيه، فهي الصراحه ما جاوبتش على السؤال ده، انا سالتها السؤال ده بناء على ان انا شايفاها بتعمل حاجات كتيره قوي، مهتميه بنفسها قوي، فطبعا الاهتمام ده وان انت تبقي فرحانه الفرحه دي اكيد بتحبيه. فانا زي ما قلت، لما سمعت ان هي في بيتها معاها راجل غير عريسها، أو حتى في الحالتين غلط، بس انا اتصدمت ان هو ازاي ما كنتش متصوره قوي، او كنت مدركه هو ازاي ده حصل. لكن هي ما جاوبتش على السؤال بتاع بتحبيه ولا لا؟ اه ما جاوبتش. محمد عريسها كان موجود معاها هنا في الكوافير، كان بص هو محمد، هو ما جاش الا اجى خدها، بس هو بصراحه يعني
هو اول ما اجى دخل الكوافير، حتى انا قلت له انت داخل ايه؟ ده كوافير حريمي ما يصحش تخش تاخدها. دخل وقعد هنا على الكرسي ده حتى احنا قعدنا نضحك شويه. اجى خدها من جوه وبس، ما شفتلوش غير اللقطه دي، ان هو يوم خلاص اما خلصت اجى دخل جوه الكوافير لوحده من غير ما حد يقول لي يدخل، فتح الباب ودخل حتى ما خبطش. حتى مامتها قالت لاختي خلاص معلش هو كده بس وخلاص. وكان يوم لذيذ، ما كانش يوم لذيذ بصراحه خالص يعني. السيدة داليا برضه اتمكنت هنا او كلهم هي ومامتها عملوا الميك اب هنا، ومامتها كانت يعني كانت فرحانه قوي ببنتها. مفيش حد من اخوات نورهان ظهر في المكان هنا؟ انا اصلا ما اعرفش هي ليها اخوات ولا لا، لان ما شفتش غير مامتها وهي واتنين من صحابها اجوا خالص في الاخر، مش فاكره حتى كان شكلهم ايه. شفت القضيه بقى، يوم القضيه بقى انت عارفه ان دي كانت موجوده عندك في الكوافير هنا، اول ما شفت بقى القضيه وشفت صورها؟ انا ما عرفتهاش غير بالفستان والميك اب، لو فاهم، عشان انا كنت موجوده اليوم ده، لان صورها اللي نزلت في الجريمه كانت صورها بالفستان والميك اب اللي احنا عاملينه هنا في المحل. انا اصطدمت وقلت اكيد في غلط، وقعدت اقلب بقى، الدنيا كانت مقلوبه عن قضيه القتل دي. انت عرفت ان هي يعني طبعا، ما كان الفستان وكان الميك اب كان الصور بتاعتها وهي طالعه من هنا، فانا اكيد هي اول حاجه فكرت فيها ايه بقى؟ يعني قلت اكيد في حاجه غلط، قلت اكيد مش هي اللي قتلتها، واكيد ده غلط، استحاله تقتلها، استحاله استحاله استحاله، وانا لحد دلوقتي مش مصدقه هي ازاي قتلتها. قريتي بقى اكيد في تفاصيل القضيه؟ لا ما ركزتش قوي، ما قريتش، بس غير ان هي قتلت مامتها وكان معاها واحد في الشقه قتلت مامتها عشان الواحد ده. ما استفسرتش اكتر من كده عشان انا بتاثر اصلا بالحاجات دي. مفيش اي مواقف حصلت منها في خلال اليوم دوت ان هي مثلا عرفت حد؟ ما كانش ظاهر لمامتها حب، ما كنتش لاقيه لمامتها مشاعر، يعني مامتها كانت بتطلع مشاعر وهي ما كانش في رد للمشاعر دي، ما كانتش بتتكلم، ما كان مامتها بس اللي كان بيخرج لها مشاعر، حتى عين مامتها كانت فرحانه او هي عادي، ما كانتش مش عارفه يعني. شفتي فيها قساوه على مامتها؟ خالص. لا خالص، ما قالتش بس غير كلمه طبيعيه زي ايه، بنت قالت ماما دي خنيقه قوي، بقول لها شكل مامتك طيبه قوي بتحبك، قالت لي اسكتي اسكتي دي خنيقه قوي. انا برضو بقول على مامتي كده كلمه عاديه يعني، بس ما يوصلكيش الجرأه ان انت تقتليها. يعني علاقتهم حلوه ولا ما كانتش حلوه؟ هي مامتها كانت بتحبها، بس انا مش ما اعرفش علاقتهم ايه في البيت، عشان ما اقولش كلام انا ما اعرفوش. ما شفتش لنورهان مشاعر خارجه لمامتها، انا ما شفتش غير مشاعر مامتها بس للبنت، البنت ما كانش في اي رد للمشاعر دي، فانا مش عارفه. مامتها كانت اليوم دوت بتديلها يعني عاوز تعمل لها كل حاجه طبعا، بقول لك قعدت تاكلها في بقها ومحتاجه حاجه، وعشان لما ترقصي في القاعه ما تبقيش هبطانه، عشان تبقي قادره ترقصي. شفت مامتها بتفكر في ايه، شفت لدرجه ايه مامتها بتركز في التفاصيل. احنا كلنا نتمنى ماما زي دي والله يعني، ربنا يرحمها. لما سمعتي بقى عن باعتبارك بقى يعني بعيدا عن ان انت الكوافير بتاعها، باعتبارك بنت، لما سمعت عن كواليس القضيه وما جاء في الاوراق بتاعت القضيه، الاتفاقات، بص هو مش انا بس، اي حد ما كانش مستوعب ازاي تقتل مامتها خالص، ما فيش اي حد يصدق ان هي يجيلها الجرأة تقتل مامتها مهما كان، حتى لو بتشربي مخدرات، حتى لو عشان مين، حتى لو مامتك قاسيه، مفيش اي سبب او اي مبرر يخليكي يجيلك الجرأة تقتليها، حتى لو وحشه. بقولك حتى لو انت وحشه وبتغلطي، خديه ويهربي بره البلد، خديه وروحي القاهره اسكندريه، الدنيا واسعه. تقتلي مامتك عشان ايه وعشان مين؟ انت هتتحبسي او هتتعدمي؟ دمرت نفسك وقتلت مامتك، خدت ايه في الاخر ولا استفدت ايه؟ ضيعت نفسك وقتلت مامتك، قتلت روح كانت بتحبك وكانت حنينه عليكي. هو انت قتلت اي روح؟ دي روح امك. طيب في روايه ثانيه، معلش روايه ايه؟ بقول لك معلش احنا دققنا عليك. لا ولا يهمك، مش مشكله. في روايه ثانيه، روايه اسره نورهان، روايه خطيبها، بيتحدثوا عن ان هي ربما تكون تعرضت للسحر. هل كان ظاهر عليها مش الكلام ده؟ زي كده؟ هي البنت اصلا باين من البدايه، بما ان كده القضيه اتكشفت وكان معاها واحد في الشقه، اصل كده القضيه اتكشفت، انا مش قايله كلام زياده. البنت اصلا كان باين ان هي مش بتحب خطيبها، اصل كده خلاص لقوا معاها واحد في الشقه، كان بيعمل ايه يعني؟ كان بيغير لها الانبوبه، كان معاكي واحد في الشقه، انا مش جايبه كلام من عندي. هي باين ان هي ما كانتش بتحب خطيبها.
طيب على روايات خطيبها برضه، على روايات وحتى اسرتها. سوري ثانيه، الولد اللي كان معاها في الشقه ده برضو ما يتحبش، يعني انت سبتي ايه وخدتي ايه؟ وحتى لو شفت هو الفيديو يتحب ده؟ ما تقتليش مامتك، شفته؟ مم. تقتلي مامتك عشان ايه؟ عشان راجل؟ ما طز في الرجاله، الراجل في الرجاله ماليه الدنيا، الام ما تتعوضش. انت متبهدله وحد بيجري، انت متمرمطه لوحدك. مم. في رواية تانية من الأسرة برضه، يعني احنا بندرج ناخد رأي بعض كده. مم. بيقولوا إن هي ما كانتش على علاقة حاسمة بحسين، بالرغم من إن ده ثابت من أوراق القضية. لكن بيقولوا هي تعرضت للاغتصاب وبعد كده بقت ضحية ليه، وإن هي ضحية وإن هي ما عملتش حاجة. الطب الشرعي قال ان في اغتصاب؟ الطب الشرعي قال إنها ليست اغتصاب، إنها سيب منقذ من فترة يعني. مش عارفه الحقيقه. انا مش بسالك في التفسير العلمي، بسالك في ان هل الشخصيه اللي كانت قدامك دي انت لما تحكمي عليها هي ممكن تعمل كده ولا هي ممكن تكون ضحيه؟ بص، ممكن تكون ضحيه، لان مفيش اي حد في الدنيا يجيله الجرأة ان هو يقتل مامته، فانا ما يجيليش ان اي حد في الدنيا يقتل مامته. ممكن او اكيد كمان ضحيه، لان مفيش اي حد يقتل مامته، خصوصا مامتك دي مامتك دي ملاك على الارض، ويا ريتها شريره. وحتى لو شريره ما تقتلهاش، يا ريتها شريره. لا لا، اكيد في حاجه في القضيه، لان اللي حصل ده مش طبيعي. توقعي ان كل اللي قالته نورهان ممكن تقول غيره جديد، ممكن يكون عندها جديد ما قالتوش، بما ان احنا كلنا سمعنا اللي هي قالته. اكيد في كلام مستخبي هي. بس ارجع اقول لك برضه، هي خلاص اتفضحت ان كان في راجل في الشقه، واتفضحت ان هي قتلت مامتها. فاللي هو انت خايفه تحكي ليه؟ ما خلاص كل حاجه بقت مكشوفه قدام الناس. فهي لو عندها حاجه يا ريت تقولها، ممكن تساعد نفسها. اصل هي اللي ملطوطه الوحيده، هتساعد نفسها، لان هي الوقت اللي متبهدله. يعتبر طفله ما نضجتش كفايه، يعتبر 20 سنه ومحبوسه ومتبهدله وسط رجاله ووسط مجرمين، وانتي متعلمه وحلوه وشاطره. ليه توصلي نفسك لكل الكلام ده؟ عشان ايه وعشان مين؟ ده انا شفت الولد اللي بيقول ان هو كان معاه في الشقه، يعني مش شبهك خالص، مش شبهك عقليا ولا شكليا ولا اي حاجه، تحسه طفل اصلا، طفل متشرد. ده اللي انا شفته من الصوره، ده اللي استنتجته يعني. بس لو هتقولي رساله للسيده ليلى ربنا يرحمها تقولي لها ايه؟ هقول لها لو بنتك هي اللي قتلتك، عشان الله اعلم ما كنتيش تستاهلي البنت دي تبقى بنتك. بجد انت خساره فيها. في ناس كتيره قوي بتتمنى ان مامتها تكون كده، بس في ناس كتيره بتتمنى حضن من مامتها، بتتمنى ان مامتها تكون سند ليها. لا، انت خساره في بنتك وربنا يرحمك. لو بنتك اللي قتلتك فانت خساره فيها. ولو نورهان عاد الوقت كده ورجعت جت هنا مرة تانية، عاد الوقت قديم، كنت هتنصحيها تقولي لها ايه لو هنتخيل؟ كنت هقعد اكلمها عن مامتها كتير، واقعد اوعيها ان مامتها قد ايه كويسه. ممكن هي في غفله مش مدركه كده. اصل الواحد لما تديله عطاء كتير وما تديله حنيه كتير، بيفترض ان ده الواجب عليك، مش ده كحب او حاجه. فهي اعتقد نست وكانت في غفله. كنت هقعد اوعيها واقول لها قد ايه مامتها حنينه، وقد ايه تحافظ على مامتها، عشان قبل ما تعمل حاجه زي كده تفكر 1000 مره. بس ممكن تكون اللي انت بتقوليه دوت كان سبب من اسباب حدوث الجريمه، ان هي كانت متدلعه زياده عن اللزوم، شفت ده؟ متدلعه قوي. مامتها كانت بتنفذ لها كل حاجه، متدلعه جدا جدا، ده حقيقي. مش حاجه تانيه حابه تقوليها او حاجه تكتشفيها؟ حابه اقول ربنا يرحم مامتها وربنا يتولى البنت، لان انا مش عارفه هي احساسها الوقت ايه. لان انا لو مكانها اكيد ما كنتش عارفه هيبقى احساسها قد ايه. بس كنت هبقى عايشه بتعذب، كنت هبقى عايشه ميته، مش هبقى عايشه فيها الروح. هي اكيد بتتعذب على اللي هي عملته ده. اي انسان طبيعي عمل حاجه زي كده هيتعذب وجعا والما في قلبه على مامته، مش على اللي هي فيه، لا، على موت مامتها، على اللي هي فيه. فاهم؟ رساله اخيره لوالدها. لمين؟ والدها. والدها مش عارفه. انا اصلا مش متابعه القضيه قوي، فمش عارفه. هو اكيد عشان والدها اكيد يقف في صف بنته، لان دي بنته ودي مراته، فاكيد سوري مش هيجي على بنته، حتى لو بنته عملت الغلط. الضنا ضنا برضه.